السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة رابعة. النهاردة معادنا مع الفيديو المنتظر، فيديو مجمع لأهم باراجرافات الترم الثاني لسنة 2024، وفي نفس الوقت هنغني كل الباراجرافات، يعني كل الباراجرافات بأغاني وبجمل سهلة كمان، علشان تخرج من الفيديو ده فاهم كل حاجة ودرجات الباراجراف في ايدك. أول باراجراف معانا هو a birthday party، حفلة عيد ميلاد. هنمشي بقى بنظام كده معين، هنقرا اول حاجه الباراجراف ونترجمه وبعد كده نغنيه. تمام، اتفقنا. هنعمل كده على كل الباراجرافات اللي جايه. I am having a birthday party next week. انا عندي حفله عيد ميلاد الاسبوع اللي جاي. I'm inviting all my friends. انا هدعو كل صحابي. I want to play some party games. انا عايز العب بعض الالعاب الجماعيه. I will be happy. أنا هكون سعيد. يلا بينا نغني بقى. I am having a birthday party next week. I am having a birthday party next week. I'm inviting all my friends. I'm inviting all my friends. I wanted to play some party games. I wanted to play some party games. I will be happy. I will be happy. ده أول باراجراف معانا طبعا للأغنية. احنا الفقرة بنعيدها مرتين، انت ممكن ترجع الفيديو وتسمع وتغنيها تاني معانا. تاني باراجراف معانا بعنوان شم النسيم. شم النسيم is an Egyptian festival. يعني شم النسيم ده احتفال مصري. People eat dried fish. يعني الناس بتاكل سمك مجفف. Onions بصل، lettuce خس and boiled eggs يعني بيض مسلوق، وطبعا بيلونوه. We have picnics. بيبقى كمان عندنا نزهات and spend time outside. يعني بنقضي وقت في الخارج. شم النسيم is an Egyptian festival. شم النسيم is an Egyptian festival. People eat dried fish, onions, lettuce and boiled eggs. Lettuce and boiled eggs. We have picnics and spend time outside. We have picnics and spend time outside. ندخل على اللي بعده بقى الجميل جدا ده بقى. Transportation، وسائل المواصلات. We go to the airport to travel by plane. احنا بنروح المطار عشان نسافر بالطيارة. We travel on water by ship or boat. يعني احنا بنسافر على المية بإيه؟ بالسفينة وبالقارب. When I travel by bus، لما بسافر بالأتوبيس I'm on the road، بكون على الطريق. لا ده سهل جدا جدا ده. We go to the airport to travel by plane. بص الجملة سهلة ازاي؟ We go to the airport to travel by plane. We travel on water by ship or boat. We travel on water by ship or boat. When I travel by bus, I'm on the road. When I travel by bus, I am on the road. ندخل على Egyptian food بقى، والفول المدمس الجميل جدا، وهنجيب كمان سيرة البسبوسة عشان نحلي. The Egyptian food is wonderful. يبقى الطعام المصري رائع. The most famous is فول مدمس. الأكثر شهرة هو الفول المدمس. فول مدمس is served with olive oil. يعني الفول المدمس بيتم تقديمه بزيت الزيتون. When you want something sweet، لما بقى انت عايز بقى حاجة محلية you can eat بسبوسة. تقدر ان انت تاكل بسبوسة. The Egyptian food is wonderful. The Egyptian food is wonderful. The most famous is فول مدمس. The most famous is فول مدمس. فول مدمس is served with olive oil. فول مدمس is served with olive oil.
When you want something sweet, when you want something sweet, you can eat بسبوسة. You can eat بسبوسة. طبعا سهل جدا جدا جدا. ندخل على اللي بعده. ده احنا قربنا نخلص نص الباراجرافات كمان اللي علينا. The Nile اللي احنا كنا منزلين له اصلا اغنية وغنيناه كتير قوي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. The Nile is the longest river in the world. يعني نهر النيل أطول نهر في العالم. The Nile has 2 branches in Egypt. يعني نهر النيل ليه فرعين في مصر. The Nile is home for different kinds of fish, birds and turtles. The Nile is home. يعني النهر هو موطن، هنا مش جاي منزل. For different kinds of يعني لأنواع مختلفة من fish الأسماك، birds الطيور and turtles والسلاحف. تعال ندخل تاني بقى ونقول The Nile is the longest river in the world. The Nile has 2 branches in Egypt. The Nile is home for different kinds of fish, birds and the turtles. ده احنا المفروض احنا حافظينه اصلا لان احنا نزلناه كذا مرة. The Nile is the longest river in the world. The Nile has 2 branches in Egypt. The Nile is home for different kinds of fish, birds and the turtles. ندخل بقى على عيد الفطر الجميل جدا اللي كلنا بنحبه. عيد الفطر is our festival. يبقى عيد الفطر ده احتفالنا. It happens on the first day of شوال. العيد بيحدث في أول يوم من شوال. We eat كحك and go to the mosque. بناكل كحك وبنروح للمسجد. We have fun. بنستمتع قوي with our families مع عائلتنا. عيد الفطر is our festival. عيد الفطر is our festival. Eid happens on the first day of Shawwal. Eid happens on the first day of Shawwal. We eat kahk and go to the mosque. We eat kahk and go to the mosque. We have fun with our families. We have fun with our families. ده خلص وجميل جدا عيد الفطر. طب ادخل على your first day of school ودي بقى اللي غنيناها كتير جدا برضو زي The Nile ونزلناها كذا مرة. في طبعا منكم ناس حافظينها خلاص عارفينها عارفين كل حاجة فيها. طبعا انا بحبش ان انت تحفظ وخلاص، لا ده انا عايزك كمان تضيف جمل من عندك. الجمل دي بس استرشادية عشان تبقى عارفها، بس عايزك تضيف من عندك. I was nervous at my first day of school. انا كنت متعصب متضايق متوتر اي معنى فيهم اول يوم ليا في المدرسة. I put on انا لبست او ارتديت a blue t-shirt يعني تيشيرت لونه ازرق and gray pants وبنطلون لونه رمادي. At the school gate عند بوابة المدرسة I wanted to cry. أنا كنت عايز أعيط. I was nervous at my first day of school. I put on a blue t-shirt and the gray pants. At the school gate I wanted to cry. تاني. I was nervous at my first day of school. I put on a blue t-shirt and the gray pants. At the school gate I wanted to cry. مهم قوي الباراجراف ده، مهم جدا جدا جدا، وتعالى بقى نقولها ل3 مرة عشان انا بحبه جدا الباراجراف ده. I was nervous at my first day of school. I put on a blue t-shirt and the gray pants. At the school gate I wanted to cry. ندخل على pros and cons of social media، يعني مميزات وعيوب أو سلبيات وإيجابيات السوشيال ميديا. On social media في وسائل التواصل الاجتماعي you can have fun. ممكن تستمتع and find information for your homework. إن أنت تلاقي المعلومات للواجب بتاعك.
On the other hand يعني على الجانب الآخر هبدأ، يعني لما أقول on the other hand يعني لما بكون عايز أنقل الموضوع لوجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر اللي أنا بدأت بيها. يبقى على الجانب الآخر some people can bully you. بعض الناس ممكن يتنمروا عليك and take your personal information وياخدوا كمان معلوماتك الشخصية. On social media you can have fun and find information for your homework. On social media you can have fun and find information for your homework. On the other hand, some people can bully you. On the other hand, some people can bully you and take your personal information. A trip to the sea. الله بقى، الرحلة اللي رحناها للبحر دي برضو من ضمن الحاجات اللي نزلناها قبل كده على الفيسبوك. We went to the sea last weekend. يعني احنا ذهبنا للبحر العطلة اللي فاتت. We swam and had a nice time. عمنا وقضينا وقت جميل. We saw fish. شفنا السمك and an octopus in water. وشفنا كمان اخطبوط في المية. The water in the sea. المية في البحر was deep and blue. كانت عميقة ولونها أزرق. ماشي. We went to the sea last weekend. We swam and had a nice time. We saw fish and an octopus in water. The water in the sea was deep and blue. تاني أنا هعيدها للناس اللي أول مرة تشوفها، ولكن طبعا احنا معانا طلاب حافظينها جدا وعارفينها قوي. We went to the sea last weekend. We swam and had a nice time. We saw fish and an octopus in water. The water in the sea was deep and blue. ناقص لنا 2 باراجراف بس ونخلص ونقول احنا بقينا جامدين جدا. Be safe on the road يعني ان ازاي تكون آمن على الطريق. To stay safe on the road عشان تبقى آمن على الطريق. You need a helmet on your bike. محتاج خوذة وانت راكب العجلة بتاعتك. You need a seat belt in your car. محتاج كمان حزام الأمان في العربية بتاعتك. You need a green light. محتاج ضوء أخضر to cross the road عشان تعرف تعبر الطريق. To stay safe on the road you need a helmet on your bike. You need a helmet on your bike. You need a seat belt in your car. You need a seat belt in your car. You need a green light to cross the road. You need a green light to cross the road. تاني. To stay safe on the road. To stay safe on the road. You need a helmet on your bike. You need a seat belt in your car. You need a green light to cross the road. You need a green light to cross the road. آخر باراجراف معانا والحلوة هم اللي قاعدين معانا لحد نهاية الفيديو عشان يستفيدوا بكل حاجة ويضمنوا درجات الباراجراف كمان. How to stay safe online. كيف تبقى آمن على الإنترنت؟ إزاي تبقى آمن؟ To stay safe online عشان تبقى آمن على الإنترنت you should use a strong password. لازم أو يجب عليك إن أنت تستخدم رقم سري قوي. Keep your personal information secret. يعني خلي المعلومات الشخصية بتاعتك سرية. And don't tell everyone. ما تقولش لأي حد your birthday عيد ميلادك أو تاريخ ميلادك and your phone number ورقم تليفونك. ما تقولش لأي حد الحاجات دي. To stay safe online. To stay safe online you should use a strong password.
You should use a strong password. Keep your personal information secret. Keep your personal information secret and don't tell everyone your birthday and your phone number. And don't tell everyone your birthday and your phone number. To stay safe online, you should use a strong password. Keep your personal information secret and don't tell everyone your birthday and your phone number. انا بشكرك جدا وبشكرك جدا جدا جدا، وبتمنى ان انتوا كمان تشاركوا الفيديو ده لكل اصدقائكم، ويا ريت يا ريت تدعمونا باللايك والكومنت، لان ده بيفيدني جدا جدا ان انا انتشر لكل اصحابكم اللي في نفس سنكم واللي عايزين يتعلموا صح. شكرا.